بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اخواتي المتابعين الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. اشكركم واشكر كل واحد علق على الفيديو. تسلموا، شكرا ليكم يا رب، وان شاء الله دايما اسعى ان انا اقدم لكم كل شيء جديد ان شاء الله. النهارده حاجتين حلوين يستاهلوا ان الواحد يبدأ بيهم الفيديو. فوز منتخب مصر تحت 17 سنه بقياده الكابتن احمد الكاس في روموندادا قصاد المنتخب التونسي، وتتحول النتيجه والمنتخب يفوز ل 3-2. تحيه ان يكون بينافس، وانه قصاد المباراه الاخيره قصاد المنتخب الليبي والمنتخب المغربي قصاد المنتخب التونسي، وتكون الصعود ان شاء الله مكتوب للمنتخب المصري برجلين اللعيبه بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى في الاول. ده انجاز يحترم عليه الكابتن احمد الكاس، وده ياكد ان اللاعب المصري في المنتخبات وخاصه في الناشئين محتاج يقعد مع المدير الفني مسافه طويله. المدير الفني يبدا يعلم، يبدا يفهمهم يتحركوا ازاي الولاد مع بعض. المنتخب يستاهل تحيه بعد المباراه. انصح اي حد ما اتفرجش على المباراه لا يتفرج ويستمتع بمنتخب في الامل، في ريحه منتخب ان شاء الله يبقى منتخب مبشر للمنتخب المصري، عشان نطلع منه على فوز مهم جدا للمنتخب المصري تحت 20 سنه بقياده ميكالي على المنتخب الليبي 2-1، مع تعادل المنتخب المغربي قصاد المنتخب الجزائري بهدف لكل منهم. وده ياكد ان مباراه منتخب مصر والجزائر اللي اتكلمنا فيها، اللي انا قلت لكم ان المنتخب الجزائري منتخب قوي، وهو اللي كان مدي درجه عاليه واحترام كبير قوي للمنتخب المصري، ولو كان واخد المباراه باريحيه اكبر بدون تردد اللعيبه اللي لسه صغيرين، لا كان يقدر يحقق فوز كبير على المنتخب المصري في المباراه اللي انتهت تعادل. بالوضع ده المنتخب المصري مازال عنده امل، مازال في الجيم. اتمنى انه نصبر على ميكالي ما بيلحقش. ميكالي تقريبا ماسك بقاله شهر مع اللعيبه دي اختيار كابتن وائل شيتوس، من حقه ان ياخد معاهم فتره اكبر. وميكالي بيثبت انه مدرب محترم، وانه برضه محتاج وقت اكبر مع اللعيبه. حتى لو هيبقى عامل تعديلات في اللعيبه، هو قادر، المجموعه اللي معاه قادر يحفظها كويس، قادر يوقفها. اتمنى لهم الفوز في المباراه الاخيره ليهم ان شاء الله. دول الخبرين اللي يبينوا لك انه في حاجه حلوه ما زالت في الكره المصريه، ممكن نتفرج وشباب نقدر نتفرج. عشان نطلع للخبر الحزين اللي انا ما كنتش حابب اتكلم فيه، هو وفاه اللاعب محمد شوقي الله يرحمه. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ذنوبه وانه يصبر اهله، امين يا رب العالمين. الحزن اللي مقطع قلبي انا شخصيا انه تكرار استسهال الروح. يا جماعه، يا اتحاد الكره، الامور بسيطه. نظم بما يناسبك، بما يناسب في ملاعب تقدر، في محافظات تقدر تبقى هيئه الاسعاف موفره سياره مجهزه. اعمل ده، مش فارقه. احنا ما بنلعبش على كاس عالم. الروح شيء مهم. عجبني قوي اللعيبه، عجبني كل اللعيبه، عجبني محمد سمير، عجبني كل اللعيبه اللي ناويه تساعد او بتساعد او ساعدت. اتمنى للاسره ان شاء الله ربنا يصبرها. تحيه لكل اللعيبه اللي بتحاول وبتجتهد ان هي تقف. اتمنى كمان، اتمنى اشوف من كابتن مجدي عبد الغني، يعني اتمنى اشوف ليه دور. اتمنى وهو ماسك جمعيه اللاعبين، اتمنى اشوف ليه دور. يشكر النني انه بيجتهد، انه بيحاول، انه متابع، انه عارف قد ايه اللعيبه اللي بتلعب في الدوريات دي ظروف التعاقد بتاعها بيبقى صعب مش كبير. الظروف صعبه، الولاد محتاجين. ابنه اللي عمل عمليه قلب مفتوح، اللي محتاج علاج. اتمنى من الدكتور اشرف عبد الغفار انه يقدر يعمل له قرار علاج عن نفقه الدوله ان شاء الله يا رب. ودي تكون حاجه قليله المفروض يسعى فيها اتحاد الكوره على الاقل قبل ما يمشي، انه يكون قدم شيء كويس. عشان نخلص من دول، على خبر بجد انا مش عارف اتكلم معاكم فيه ولا لا، انه كابتن احمد سليمان بيقول ابعت اللعيبه للمنتخب او ما بعتش للعيبه. بعيد ان الكابتن سعد عبد الحفيظ بيرد او ما بيردش، او ان هو بيقارن عواد او ما بيقارنش. صدقني بيفكرني بفكره انه صديق عبوله احسن ولا حسين الشحات، ومقارنه خالد الغندور، وبيقول ان اصل اللعيب طالما ما بيروحش المنتخب يبقى هو مش احسن. يعني المفروض يترد على خالد الغندور ويترد على احمد سليمان ازاي؟ انه في الاخر تعالوا تدربوهم. طيب الجوائز الفرديه هل ده يكفيكم؟ هل يكفيكم ان اللاعب